تخيلوا السيناريو التالي، أنت قاعد بمعسكر للاعتقال، أنت مجرد من الحياة الإنسانية عم يتم تعذيبك، أعمال شاقة بظروف كتير سيئة مثل البرد، الجوع، وبنفس الوقت أنت معرض للموت بأي دقيقة. يا ترى شو بتساوي إذا أجتك فرصة للهرب؟ أكيد بدك تقول إنه أنا أكيد بدي أهرب، بس مع المفاجأة الدكتور فيكتور فرانكل رفض إنه يهرب من كل هالظروف البائسة، وفضل يقعد مع المرضى تبعه متحمل كل أنواع الشقاء وكل أنواع العذاب اللي كانوا عم يواجهوه اليهود بمعسكرات الاعتقال تبع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. فشو السبب اللي بيخلي الإنسان إنه يواجه المعاناة تبعه، ما يعطي فرصة لحاله لينفذ من هالمعاناة؟ معكم نادين وحلقة جديدة من دردشة كافية. فيكتور فرانكل هو كان دكتور يهودي، هو كان متخصص بالطب العصبي والطب النفسي. وجد حاله فجأة بمعسكر الاعتقال تبع اليهود اللي كانوا عم يديروه النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وكل أفراد العائلة تبعه انقتلوا، بما فيهم زوجته، بما فيهم إخواته، بما فيهم الوالد والوالدة. فتخيل هذا الإنسان شو اللي خلاه إنه ما يهرب من هالمعاناة ويبقى مع المرضى. للحقيقة هي موضوع إيجاد معنى أو مغزى بالحياة، وهذا هو عنوان الكتاب اليوم اللي رح نحكي فيه، يلي هو البحث عن معنى، تأليف الدكتور فيكتور فرانكل. فالدكتور فرانكل طلع من المعسكر ليحكي قصة المعسكر، التفاصيل البشعة للحياة اللي كانوا عم يعيشوها، ويحكي عن موضوع إنه شو اللي خلى هو وقسم كبير من المساجين إنه يتحملوا كل هالشي. هو جاوب بكل بساطة إيجاد مغزى أو معنى للمعاناة وللحياة نفسها. فشو السبب؟ السبب إنه هو المعاناة هي جزء من الحياة، فما فينا إنه نقول إنه بدنا نعيش حياتنا من دون معاناة. لا، المعاناة والشقاء هي جزء من الحياة. والدكتور فرانكل هو لقى المغزى تبعه اللي ساعده على الاستمرار، هو الاستمرار بالطب. كان هو موجود مع مجموعة من مرضى التيفوئيد، وهو أصر إنه يضل معهم لأنه ما كان بده إنه يموت لا كهارب ولا يموت كعامل عادي. قال لا، أنا بدي موت كشهيد للطب. قال الموضوع مو كان موضوع مبادئ وقيم قد ما هو عملية رياضيات بالنسبة له. فبالتالي هو لقى المغزى تبعه من خلال ممارسة الطب يلي هي عم تعطيه كل المغزى لوجوده. وطبعا مو هذا السبب الوحيد. السبب الثاني هو إنه حكى إنه كان في قسمين من المساجين، قسم فقدوا كل معنى للحياة، فقدوا كل معنى لوجودهم، فقدوا الأمل باختصار. ومنهم كان واحد من السجناء اللي هو تنبأ إنه هو رح يطلع من المعسكر بتاريخ الفلاني، وبعدين إجا هذا التاريخ وما طلعوا من المعسكر، فبالتالي مات بالتفويض تاني نهار لأنه فقد كل أمل إنه يطلع من المعسكر. والقسم الثاني من المساجين وجدوا إنه المعاناة هي مجرد تحدي، مجرد تجربة، أو مجرد اختبار على قدرتهم للوقوف بوجه مصاعب الحياة ولحتى يكتشفوا ذاتهم. فكيف صارت هالشغلة؟ صارت هالشغلة من خلال إنه فرانكل حط سؤال كتير كبير، هل لك إجابة قوية لشو أنت عايش؟ شو هدفك بالحياة؟ وقت تجاوب على هذا السؤال أنت بتلاقي فرص مخفية جوات المعاناة اللي أنت بتواجهها. طبعا وقت أنا عم بقول إنه أنت لشو عايش، هلأ في ناس بيقولوا أنا عايش كرمال ولادي. طيب تمام، لنقول أولادك كبروا وكل واحد راح على حياته المختلفة أو حتى سافر على بلد مختلف، شو بتساوي بحالك؟ وهذا الشيء صار مع كتير من الأمهات ربات البيوت. وقت بعد ما كبروا أولادهم وصار كل واحد منهم له حياته المستقلة، حست إنه حياتها بلا معنى أو إنه دورها بالحياة انتهى. فهذا الشيء اللي ما بدنا إياه. هي كمان الموضوع بينطبق على الناس اللي رابطين كل معنى وجودهم بالشغل اللي عم يشتغلوه. هلأ ممكن بأي لحظة أنت بتتقلع من شغلك، ما بتعرف إنه هلأ صارت عمليات التسريح الكبيرة وقت 2008، وقت صارت الأزمة الاقتصادية العالمية، وقت جائحة كورونا كمان من شي سنتين. فأنت بالتالي أنت مهدد إنه أنت تطلع من وظيفتك، حتى ممكن إنه الظروف تضطرك إنك تسكر شغلك الخاص فيك، ممكن إنه تضطرك الظروف تعمل شيء ما بدك إياه أو إنك تفشل حتى. فمو معناته الفشل هو نهاية الحياة، لا، إنه ممكن إنك تلاقي فرص تانية من خلال إنك تسأل حالك مين أنا برات الشغل، برات العيلة، مين أنا، شو هذا اللي بيصنع قيمة لوجودي أو اللي بيخليني بحس بقيمة وجودي بالحياة. فبالتالي إيجاد مغزى لوجودك بدك تنتبه عليه كتير، بحيث إنك أنت ما تضطر إنه تعمل شيء غلط أو كذا، لأنه أنت اللي بإيدك إنك تتصرف. يعني أنت ردة فعلك على هاللي عم يصير حواليك بإيدك. مزبوط، في ظروف قاهرة ما فينا نسيطر عليها،
مثلا أنت فقدت لا سمح الله حدا من والديك أو من أبنائك، صار في حادث مثلا تفجر البيت، هي صارت مع كتير عالم، صار في أوضاع اقتصادية صعبة. كل هدول الشغلات أكيد ما عنا سيطرة عليهم، بس اللي عنا سيطرة عليه اللي هو ردة فعلنا تجاه الظروف هي. يعني ترى نحن كيف رح تكون ردة الفعل؟ رح تكون إنه مثلا إنه نتقبل الواقع، نتعايش معه، أو إنه نرفضه، نكتئب كذا. فالموضوع هو مرتبط فيك بالدرجة الأولى. في منكم عم يقول الموضوع صعب. إيه، موضوع صعب، ماله سهل، بس وقت نحن عم نشوف الظروف اللي بيمر فيه كتير عالم ممكن إنه يعطينا فكرة إنه شو اللي بيخليهم يستمروا. يعني كتير في ناس كانوا موجودين بمعسكرات للاعتقال، ما عم نحكي على معسكر النازيين وبس، عم نحكي مثلا سجناء الرأي، عم نحكي عن الناس اللي تعرضوا لكل أنواع التعذيب، عم نحكي على الناس اللي تعرضوا لحوادث معينة أثرت على حياتهم. وأكيد أنتم بتشوفوا ناس حواليكم ممكن أنه ظروفهم أقصى من ظروفكم، بس هن متجاوبين مع الحياة بطريقة إيجابية، بطريقة مختلفة عن الشيء اللي أنتم عم تسووه واللي عم نساويه نحن. كيف نلاقي مغزى للمعنى؟ أول شيء لا تربط حالك بهدف قصير المدى أو هدف واحد معين، خلي هدفك بعيد المدى. حط ببالك موضوع اللي هو إنه عدم قدرتك على السيطرة على الظروف، وإنه تعرضك للفشل أو للفقدان هو أمر وارد جدا. وكمان حط ببالك إنه معنى الحياة هو بيختلف من شخص لتاني، فبالتالي ما فينا نحط معنى حياة أو مغزى للحياة لكل البشر بطريقة متساوية أو بطريقة عامة. فعنا كذا طريقة هو طرحه فيكتور فرانكل بكتابه، يلي هنن أول شيء خلق عمل أو فعل. خلق عمل أو فعل إنه يكون عندك عمل تحب تعيش منه. طبعا مع التكرار الفكرة ممكن أنت معرض للفقد أو للفشل بأي طريقة، بس أعطيه هذا معنى. يعني مثلا في مثلا ناس لقوا المعنى بحياتهم يدرسوا أولاد ببلاش، مثلا في ناس لقوا المعنى بحياتهم إنه يعملوا بحث، يعتمدوا على هواية، يلاقوا إنه شغلة بتخليهم إنه تحسسهم بالجمال، يعني إنه مثلا يسمعوا الموسيقى اللي بيحبوها، يحاولوا يطوروا حالهم، يحاولوا يطوروا معرفتهم. فهدول الشغلات اللي بتخليك إنه تلاقي مغزى لحياتك. والشغلة الثانية اللي هي مرور ببعض التجارب أو الالتقاء ببعض الأشخاص يلي هن بيعطوك فكرة إنه كيف تعمل مغزى بحياتك. يعني ممكن إنه تمر بحادثة مثلا إنه علمتك شيء، أعطتك فكرة شو بدك تساوي. مثلا تلتقي شخص أعطاك إلهام شو بدك تساوي بالحياة. فهي الشغلات كمان ممكن تعطيك أفكار لحتى تلاقي مغزى بحياتك. الشغلة الثالثة واللي حكينا فيها قبل شوي يلي هي السيطرة على ردة فعلنا تجاه الظروف اللي ما فينا نتفاداها أو ما فينا نسيطر عليها. مثلا واحد من النازحين بالشمال السوري عمل خيمة لإله، طبعا ما فيه يغير الظروف تبعه، ما في عنده بيت آمن، هو عايش بخيمة. بس مع هيك أنا انذهلت وقت شفت المكتبة والزريعة اللي عملها، إنه بده يساوي شيء حلو من المكان اللي هو عم يعيش فيه. عندكم كمان شغلة تانية، مثلا حادثة صارت مع توماس إديسون وقت احترق المصنع، وطلع هيك قال الحمد لله فيني بلش من أول جديد. اللي اختلف هون مو الظرف، اللي اختلف هون كيف تعامل الشخص مع الظرف نفسه. وكمان حتى فرانكل نفسه شو عمل هو بعد المعسكر؟ إنه اللي خلاه يستمر بالحياة يلي هو ذكرى مهرته المتوفية، ونفس الوقت المساعدة، وغير هيك ألف كتاب لحتى يساعد الملايين حوالي العالم، ويساعد العديدين بأمريكا وحوالي العالم بموضوع البحث عن معنى اللي هو معضلة القرن العشرين وال21 بسبب العالم المادي. لأنه صرنا نحن عم نلاحق الماديات، عم نلاحق النجاح بالمعنى المادي، فنوعا ما فقدنا ذاتنا أو فقدنا الإحساس بمغزى وجودنا بهالحياة. وبنفس الوقت وجود المغزى للحياة هو بيخلينا إنه نلاقي السعادة. وطبعا هو فرانكل نفسه بيقول لك لا تلاحق السعادة، لا تلاحق النجاح، لأنه ممكن إنه ما تبلغون. اللي بدك تلاحقه هو إيجاد مغزى لحياتك، لأنه هذا اللي بيحقق لك السعادة، أو على القليلة السكينة مع نفسك، ونفس الوقت قدرتك على تحمل مشاق الحياة. خبرونا بالتعليقات شو رأيكم بكل هالشي. يا ترى حابين تقروا أكثر عن هالكتاب؟ يا ترى أنتوا صار معكم موقف إنه حسيتوا كان لازم تلاقوا مغزى لوجودكم؟ معكم نادين، نشوفكم الحلقة الجاي. باي.